34 الدقيقة 55 ركلة الجزاء المحتسبة للاعب نادي الهلال. نشاهد بالنسبة لركلة الجزاء، طبعا كان قرار الحكم صحيح، ركلة الجزاء صحيحة، القرار المحتسب قرار صحيح. نأتي بالنسبة للقرار الإداري وقرار الحكم بالبطاقة الصفراء، كان قرار غير صحيح، لكن كانت تستوجب البطاقة الحمراء لأن الاحتفاظ بالكرة أو إمكانية السيطرة كانت موجودة. عدد المدافعين وما هم موجودين مدافعين، إمكانية التسجيل موجودة، وبالتالي كانت تستوجب بطاقة حمراء وليس بطاقة صفراء. هذا الاختلاف اللي في عملية البطاقة الصفراء أو بطاقة فيها عرضية ولكن فيها إبعاد، فيها إبعاد من عمر هوساوي العائد لهذه المباراة بعد أن غاب عن مباراة الشباب. صافرة الروس تشير على خطأ ولربما على بطاقة صفراء ثانية بالفعل تظهر على جحفل محمد. أو على دياغو أو على ديغاو البرازيلي في اللقطة الماضية في هذا التدخل من أمام نايف هزاز، أو على ديغاو البرازيلي في اللقطة الماضية في هذا التدخل من أمام نايف هزاز. إذا ديغاو يتحصل على بطاقة صفراء الثالثة. سعود النقلة أمامية لحسين، حسين عدم تفاهم فيها سقوط وفيها قرار على ضربة مرمى. حسين شيعان وحسين عبد الغني كاد أن يقعون في المحظور. و14 لصالح الهلال، والهدف رقم يوسف الثريان ب6 أهداف كما هو الحال لياسر القحطاني ب7. هذه لقطة محمد اللي مسجل 4 أهداف، وبالتالي ينتظرون جماهير الهلال بأن يظهر الميدان. أما هنا السهلاوي، اللي يظهر بركلة جزائية في الدقائق الهدف العاشر إذا ذهب على تنفيذ هذه الكرة. هذا السهلاوي محمد، والاشتراك اللي حضر مع قائد فريق الهلال سعود كريري، ولكن ستبقى على طاولة الزميل عبد العزيز البكر والدول. في ديربي الشتاء شوف راح يكون له تأثير. احنا شاهدنا في الرمية الجانبية من خالد الغامدي بتنفيذ خاطئ واستمرارية، والكرة لصالح الهلال. خطأ آخر لصالح فريق الهلال ولصالح إلتون الميدا على خالد. عودة النصر للدوري من جديد. كرة الآن لصالح السهلاوي، تخلصت محمد الشلول إلى ياسر في تدخل عنيف وفي تهور وفي بطاقة صفراء لخالد الغامدي. بطاقة صفراء أخرى لخالد الغامدي، واحد من الأسماء المهددة بالإيقاف في المباراة القادمة مع عبد العزيز الجبريل للنصر، فيما ياسر الشهراني وخالد كعبي يكونون هما الأسماء المهددة بالإيقاف فيما لو تحصلت على بطاقة صفراء، وبالتالي خالد الغامدي لن يتواجد في المباراة القادمة للنصر. لاحظ هنا في مخالفة على عبد الفتاح السيري، الحكم منح البطاقة الصفراء للاعب نادي الاتحاد، ونشاهد الحالة هل هي المهاجم بتهور أم محاولة إيذاء المنافس. لاحظ القدم اتجهت إلى ساق المنافس، وبالتالي كان القرار ركلة حرة مباشرة وبطاقة حمراء وليس البطاقة الصفراء. لاحظ القدم اليمنى لمهاجم أو لاعب نادي الاتحاد في ساق لاعب نادي الهلال، وبالتالي كان القرار يجب أن يكون بطاقة حمراء وليس بطاقة صفراء لاستخدام أكثر من القوة اللازمة لاستخلاص الكرة. نلاحظ الدقيقة 74 الآن، الدقيقة 74 في سقوط للاعب نادي الهلال اللي هو الميدا داخل منطقة الجزاء. نلاحظ عملية هنا في الدفع من الأخطاء العشرة الموجودة في المادة 12 أخطاء سوء السلوك. دفع ركلة جزاء لم تحتسب للهلال في الدقيقة 74 من زمن المباراة. هنا الدفع واضح، الدفع من ياسين حمزة للاعب الميدا، وركلة الجزاء لم تحتسب لنادي الهلال. عبد اللطيف والكرة العالية والأمامية في مكان، ياسر راسية في مكان، الكرة بتعدي يا رب. احتجاج
دجاج الميدة، اشتراك مع محمد عبده. الله على الرأسية، الكرة الماضية كانت قريبة، كانت فرصة، كان بالإمكان أن يتقدم من خلالها الهلال ملعب. لكن شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، شوف الرأسية من ياسر الشهراني، وشوف اللعبة الماضية مع الميدة. الميدة كان يحتاج لعبة الماضية، وهذه كرة ياسر الشهراني يصنعها للميدة. الميدة في الاشتراك مع محمد عبده، واللقطة الماضية ابتعدها.